هنسمدها هي كمان نقدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. النهاردة هنستخدم أو نتعلم إزاي نستخدم قشر البصل والثوم كسماد عضوي ومقوي للنباتات. عندنا استخدامه سهل جدا. كلنا عارفين إن البصل أو الثوم يعتبر مضاد فطري وغني بالعناصر سواء للإنسان أو للنبات. حتى يعني معظم الأراضي اللي بيظهر فيها النيماتودا، حشرة النيماتودا، بيزرعوا فيها التوم للقضاء عليها. عشان كده هنتعلم النهاردة ازاي نستخدم قشور البصل والثوم كسماد ومغذي ومضاد للفطريات والبكتيريا بخصوص النباتات بتاعتنا، سواء النباتات المنزلية أو النباتات الموجودة في حديقة المنزل أو أي نباتات بوجه عام، سواء نباتات صغيرة أو أشجار كبيرة. كل اللي احنا محتاجينه هو قشر البصل. بنجمعه الأول وبنجيبه. بنحتاج أي علبة عندنا بنجمعه بالطريقة دي. كمان غير انه مبيد فطري جيد سواء للبكتيريا او الفطريات، فهو غني بالعناصر اللي بيحتاجها النباتات زي النيتروجين والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم. يعني يعتبر سماد عضوي، كمان سماد عضوي جيد. بعد ما جهزنا العلبة بتاعتنا اهي، بنحط عليه كمية مية مناسبة. ممكن نحطه في علبة مفتوحة أو علبة مقفولة زي ما انتم شايفين اهو. بنسيبه حوالي 24 ساعة لو موجود في البيت، وممكن نسيبه لو في مكان مفتوح حوالي 5 أيام عادي، من 5 أيام لأسبوع. استخدامه سهل جدا ومفيد جدا للنباتات بتاعتنا. بعد 24 ساعة إن شاء الله هنشوف النتيجة بتاعتنا عاملة ازاي وشكله عامل ازاي. رجعنا لكم تاني بعد 24 ساعة تقريبا، وده شكل المحلول قشر البصل والثوم. هنستخدمه ازاي كمبيد حشري ومبيد فطري. اول حاجة بنصفيه، بناخد منه المية فقط، والقشر طبعا بنسيبه، مش هنحتاج القشر. كل اللي احنا محتاجينه هو المية بتاعته فقط. هنستخدمها كمغذي قوي للنباتات بتاعتنا. وكمان مبيد فطري وبكتيري لأي فطريات في التربة بتاعتنا. كمان مغذي للجذور ومقوي للجذور بتاعتنا. هنتعلم ازاي نستخدمه. اول حاجة المحلول بصورته ده ما ينفعش، لازم يتخفف. يعني الكوباية من دي تتحط عليها حوالي 5 كوبايات تانية عشان ما يكونش قوي جدا على النبات. جهزنا المية معانا اهو، وده المحلول بيتم تخفيفه. وطبعا بعد ما بيتخفف يفضل تقليبه في المية. بعد كده بيتم وضعه للنبات.
يفضل ري النباتات بتاعتنا بيه كل اسبوعين تقريبا. مفيد جدا للنباتات، مقوي جدا للجذور بتاعتها. ده نبات اللي معانا ده اسمه البوبينو، وده نبتة البردقوش او عشبة البردقوش زي ما كلنا عارفين. هنسمدها هي كمان. نقدر نعمل كده في كل النباتات اللي عندنا، نرويها كوباية كل اسبوع، هتبقى مفيدة جدا لها. كمان اوريكم حاجة، شجرة المانجا عندها اهي، يعني شايفين حجمها قد ايه. وبغذيها طبعا كل اسبوعين بمحلول قشر البصل بتاعنا تحت الجذر على طول. عندي برضو اشجار الدراجون فروت بسمدها بيه كل 15 يوم. في النهاية اتمنى من حضراتكم تكونوا استفدتم من الفيديو، وان شاء الله تابعونا لمعرفة وازاي نجمع لكم ان شاء الله حاجات تكون قوية، منشطات قوية وبأرخص ثمن او بدون تكلفة بإذن الله في الفيديوهات القادمة. وشكرا لمتابعتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.